ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ طبعا دلوقتي بعد ما عملنا ريفيو على فيلم اوبنهايمر تقدر تشوفه لو انت ما شفتوه، ودلوقتي بعد ما انا شفت الفيلم حابب طبعا استغل الفرصه الجميله دي وارتب لكم افلام المخرج العبقري كريستوفر نولان في الفيديو ده، وهقول لكم ترتيب فيلم اوبنهايمر كام، وهل هو في مركز متقدم ولا في مركز متاخر. بس عموما قبل ما نبتدي الفيديو حابب اقول لكم على حاجه مهمه جدا، بس ايه لما نخش في بعد الانترو المهم اللي انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اشتركوا على انستجرام بيج وعلى فيسبوك بيج وعملوا فولو على تيك توك، ويلا بينا بقى نعرف ايه هو ترتيب الافلام بتاعت المخرج كريستوفر نولان. بصوا بقى، دلوقتي احنا هنتكلم عن الافلام بتاع كريستوفر نولان، وزي ما قلت لكم قبل الانترو حاجه مهمه انا حابب انوه عنها. افلام كريستوفر نولان كلها حلوه، اقل فيلم من ناحيه الحلو اللي انت تتفرج عليه كتير يبقى فيلم ممتع، ويبقى فيلم انت تقدر تتفرج عليه كتير، وفيلم حلو يعني فيلم بجد درس لاي حد عايز يبتدي يخرج افلام او يالف افلام. يتفرج على افلام كريستوفر نولان بجد هيجيله انسبيريشن او الهام كبير انه يعمل افلام كتير في المستقبل يعني. فنبتدي، هما 12 فيلم، نبتدي برقم 12 مع ان هما 12 فيلم، ونبتدي برقم 12 وهو فيلم فولوينج. بصوا يا جماعه، فيلم فولوينج ده اتعمل في سنه 98، وفي مواقع تانية بتقول 99، فانا ما اعرفش بقى انتوا تصافوا بقى مع نفسكم، انا مش فاهم يعني. هقول 98 وخلاص يعني، ولو 99 عادي عدوها لي يعني. الفيلم اتعمل سنه 98 كنت هغلط فيه، اتعمل سنه 98، والمفروض هو بيحكي باختصار كده شديد عن واحد بيمشي ورا الناس بيراقبهم ليه وازاي. الكلام ده كله بتفرج على الفيلم، لو ما شفتوش فيلم مدته ساعه و10 دقايق بس، فيلم ممتع جدا وحلو، ويبقى فيلم ده كان اول فيلم نولان اللي هو ايه يعمل فيلم كان ميزانيته تقريبا 4000 ل 6000 دولار يعني، كانت حاجه لا شيء يعني. وكانوا هما بيجوا له كل سبت كده عشان يصوروا الفيلم، عشان هو الممثلين يعني الناس ما كانوش عايزه يصوروا معاه وكده، بس عموما هم صوروا وعملوا الفيلم وطلع فيلم حلو يعني. ونروح لمركز ال11 معانا، وهو الفيلم اللي ممكن ناس كتيره تبقى ضدي في الفيلم ده، وممكن ناس كتيره تقول لي لا الفيلم ده يستاهل مركز اعلى من كده بكتير، وهو باختصار فيلم باتمان بيجنز. بصوا فيلم باتمان بيجنز فيلم جميل جدا، فيلم حلو، وانا بحترم الفيلم ده لان هو رجع لنا شخصيه باتمان، رجع لنا شخصيه باتمان اللي كانت باظت في فيلم باتمان اند روبن. طبعا مش عايزين نفتكر الفيلم السيء ده، وباتمان فور ايفر برضه ما بحبوش الصراحه. الفيلمين دول بوظوا باتمان. فبعد كده لما رجع نولان عمل لك باتمان بيجنز، كان فيلم حلو وممتع تمام، حلو قوي. فانا بالنسبه لي لما تيجي تتفرج على افلام نولان هم كلهم حلوين طبعا افلام نولان، بس الفيلم ده مكانه كانش صح قوي الصراحه يعني، كان يستاهل ان الموضوع يبقى لا فيه شويه شغل اكتر يعني. فعموما باتمان بيجنز فيلم حلو، ويبقى فيلم ليه الفضل ان احنا نشوف افلام باتمان من اول وجديد يعني. ونروح للمركز العاشر معانا، وهو الفيلم اللي برضو يعني حابب اقول لكم حاجه مهمه قبل ما اقول لكم على رقم 10 ده وجهه نظري، فلو انت اختلفت معايا مفيش مشكله، انا مهتم جدا اعرف قائمتكم الشخصيه في الفيلم، في الافلام كلها بتاعت نولان يعني، كريستوفر نولان. بس دلوقتي رقم 10 معانا هو فيلم ميمنتو. معلش انا عارف ان انتوا بتحبوا الفيلم ده جدا، عارف ان الفيلم ده جميل وفيلم حلو وفيلم ناس كتيره بتحبه وناس كتيره شايفاه من احلى الافلام، ماشي معاكم كل ده، بس بصراحه الفيلم كان ممكن يبقى احلى من كده بصراحه يعني. خلينا صراحه، الفيلم حلو طبعا وممتع وجميل وكل حاجه، وبيتحكي بالعكس، وايه ده واحد مراته ماتت قدامه فبيجيله يعني مرض اللي هو بيجيله انتي جريد امنيجيا، اللي هو بيجيله فقدان ذاكره تقدمي، اللي هو بتتكلم معاه زي فيلم كريم عبد العزيز فصل ونعود اللي اقتبس الفكره منه يعني. 5 ثواني وبتنساه، بتنسى اللي حصل اصلا، بتنسى الكلام والمحادثه وكل حاجه اللي بتحصل يعني. فعموما الفيلم حلو، فيلم جميل جدا، كان تأليف كريستوفر نولان جوناثان نولان اخوه، هما الاثنين، كان فيلم جميل جدا عجبني جدا وفيلم حلو يعني، يبقى فيلم جميل كريستوفر نولان يعني. ونروح لرقم 9 معانا،
وهو الفيلم اللي ارجع واقول وجهة نظري الشخصية، يعني لو حد شايف ان القائمة دي كلها غلط في غلط بالنسبة له براحته، بس مهتم اعرف قائمتكم الشخصية، بس انا بقول لكم وجهة نظري في الاخر. رقم 9 معانا يا جماعة هو فيلم دونكيرك. بص، دونكيرك الصراحة هو فيلم حلو طبعا وممتع وكل حاجة، بس انا كنت متوقع حاجة احلى من كده بكتير، بالذات اللي احنا بنتكلم عن كريستوفر نولان. انا ما بقولش ان انا عايز اشوف احسن فيلم عمله نولان في تاريخه، بس انا عايز اشوف فيلم حربي احس ان نولان ضاف حاجة للافلام الحربية. انا في فيلم طبعا في لعب في الزمن وفي حاجات اللي احنا متعودين عليها من كريستوفر نولان، بس حسيت ان كان ممكن يتعمل بيها شغل احسن من كده بكتير، بالذات ان احنا بنتكلم عن كريستوفر نولان، مفروض يعني ان انت تبقى متوقع حاجة احسن من كده. ونروح لرقم 7 معاه انسومنيا. فيلم انسومنيا من وجهة نظري الشخصية في الاول وفي الاخر، فيلم انسومنيا ده اكتر فيلم اندر ريتد لكريستوفر نولان. الفيلم ده فيلم ممتع جدا، فيلم حلو قوي. تخيل ان في جريمة قتل يعني وفي تحقيق وحاجات والكلام ده عايزين نعرفه، مش فكرة انت مش مهتم تعرف مين القاتل لان الموضوع بيظهر من بدري قوي، بس انت بتشوف الكلام ده من رؤية كريستوفر نولان. يا ترى ايه الموضوع؟ اتفرج على الفيلم، فيلم مش طويل قوي، ساعتين مثلا، ساعتين الا شويه يعني، فيلم ممتع جدا يعني، بتفرجوا عليه لو ما شفتوش، فيلم حلو قوي. فبس يعني ده فيلم انسومنيا بالنسبه لي، فيلم ممتع، فيلم حلو، لو جه في اي وقت هبقى اتفرج عليه طبعا، لان انا عجبني الفيلم ورشحته حتى في حلقه ترشيحات. لو انتم متابعين الشانل من زمان تبقوا عارفين ان انا رشحت الفيلم ده في حلقه ترشيحات. ونروح لرقم 6 معانا، وهو الفيلم اللي برضه مش عايز حد يزعل مني ما اجي اقول ان فيلم The Dark Knight Rises هو رقم 6 معانا. بصوا يا جماعة، The Dark Knight Rises بجد فيلم حلو جدا، يعني فيلم انا بتضايق لما الاقي ناس بتقول لك ان Dark Knight Rises مش فيلم حلو، بتضايق بجد، لان Dark Knight Rises فيلم حلو جدا، فيلم فيه قصة حلوة، نهاية للتريولوجي كانت بادئة حلو قوي، او بادئة بشكل كويس مقبول يعني، وفي الاخر قفلت حلو جدا. بين كافيلن كان رائع، باتمان كريستيان بيل كان عامل شغل جامد، جوزيف جوردن ليفيت كان جميل جدا في الفيلم، كلهم كانوا عاملين حاله حلوه في الفيلم، وانا الصراحه كنت خارج مبسوط يعني، ما دخلتوش في السينما بس يعني لما كنت بعد ما اتفرجت عليه انا كنت مبسوط جدا يعني. ف دي وموسيقى هانز زيمر طبعا كانت رائعه يعني، واصبروا كمان شويه نيجي لدارك نايت يعني. ونروح لرقم 5 معانا، وهو الفيلم اللي انا بعتذر لو حد شايف ان هو فيلم يستاهل اكتر من كده، مش عارف ده فيلم المفروض يبقى رقم 6 ولا رقم 5، بس يعني عدوها لي يعني، المفروض انا هحط رقم 5 او 6 يعني على حسب لما نمنتج بقى نشوف دي في انهي وقت. ونحط رقم 6 معانا وهو فيلم تانت، فيلم حلو ممتع جدا، فيلم سباي ثريلر حلو، وفي لعب بالزمن وفي شويه حاجات ساينس فيكشن كده لذيذه، فانا عجبني الفيلم. هو ممكن يكون كان معقد شويه زياده عن اللزوم الصراحه، فانا مع الموضوع ده جدا، بس الفيلم عجبني يا جماعه يعني الفيلم حلو. انا مش عارف ليه الناس شايفه ان الفيلم ده مش حلو او من اقل افلام نولان او اقل فيلم لنولان، مع ان الموضوع مش حقيقي يعني بالنسبه لي على الاقل يعني، الفيلم كان حلو وعجبني الصراحه يعني. نروح لرقم 5 معانا، اللي انا مش عارف اصلا هل ده رقم 5 ولا 4، بس عموما يعني المركز اللي بعديه معانا هو الفيلم الموجود في السينمات حاليا. باختصار كده انا بتكلم عن فيلم اوبنهايمر. فيلم اوبنهايمر فيلم حلو جدا، فيلم ممتع جدا، يمكن انا حطيته فوق تانت لسبب معين بسيط جدا، ان فيلم اوبنهايمر كان فيلم عمل حاجات كتيرة كان المفروض فيلم تانت يعملها بنظري يعني، كان ممكن يبقى بشكل افضل من كده، بحيث ان انت ما تبقاش يعني خارج معقد من الفيلم او تحس ان الفيلم معقد زيادة عن اللزوم. فعموما انا الفيلم عجبني وكنت خارج مبسوط منه. ونروح المركز اللي وراه على طول، وهو الفيلم الرائع الجامد اللي كده كده فيلم حلو جدا، ومهما دارت الايام والسنين هيفضل يعني من احلى الافلام اللي شفتها لكريستوفر نولان، وهو فيلم انترستيلر. ماثيو ماكونهي، مايكل كين ايام ما كان بيمثل يعني، ان هاثاوي، مات ديمون في ظهور كده، لو انت ما شفتش الفيلم ده اعتبره سبويلر اليرت يعني، كل دول مع بعض في فيلم واحد، وفيلم تحسه مقفول على نفسه، في نفس الوقت فيلم هاي بادجت جدا وبادجت عالي، في نفس الوقت تحس ان الفيلم على الهادي قوي، تحس ان الفيلم لا ضخم، والفيلم في نفس الفيلم رائع. موسيقى هانز زيمر كانت لازم تترشح للاوسكار، ما خدتش اوسكار، وكانت لازم تترشح وتاخد الاوسكار.
كريستوفر نولان كان لازم ياخد الاوسكار في الفيلم ده، بس فيلم رائع. وماثيو ماكونهي كان لازم ياخد الاوسكار عن الفيلم ده. فيلم رائع جدا وعجبني جدا. ونروح لرقم 3 مع رقم 4 ولا 3، المهم يعني المركز اللي بعديه اللي فوقيه يعني. نروح لفيلم انسبشن، فيلم رائع جدا من اخراج وتاليف كريستوفر نولان، بطولة عمنا بقى ليوناردو دي كابريو وتوم هاردي وجوزيف جوردن ليفيت وكيليان ميرفي اوبنهايمر. فانا مبسوط جدا بالفيلم ده، فيلم حلو قوي، فيلم رائع جدا، فيلم ساينس فيكشن سسبنس واكشن وكل حاجه، ومعمول صح واخراجيا معمول صح، والحاجات القواعد وكده. كان لازم نولان ياخد عليه اوسكار، وكان لازم هانز زيمر ياخد عليه اوسكار، وكان لازم ليوناردو دي كابريو ياخد عليه اوسكار، وكان لازم كل الممثلين اللي فيه ياخدوا اوسكار، لان الفيلم بجد بجد متكامل ما فيهوش غلطه، فيلم حلو قوي. فيعني انا بجد كنت خارج، يعني كنت بعد ما اتفرجت عليه كنت مبسوط جدا بيه الصراحه. وفيلم يعني لو جه اي وقت هتفرج عليه طبعا. واي نعم كان معقد شويه، بس انت بتفهم الدنيا، ودي ميزه انسبشن، اللي انت تحس ان انت ذكي قوي وفهمت حاجه صعبه، مع ان هو الفيلم قاصد يفهمك الحاجه الصعبه دي. ونروح لرقم 2 معانا، وهو فيلم ذا برستيج، كريستيان بيل، هيو جاكمان، سكارليت جوهانسون، مايكل كين طبعا، وتأليف واخراج كريستوفر نولان. وشوف يا معلم بقى الفيلم وبلوت تويست اللي في اخره وكل اللي حصل في الفيلم، يا نهار ابيض على الفيلم ده. يا سلام لما تلاقي فيلم يعني معمول صح، اخراج تصوير موسيقى كل حاجه معموله صح، وبلوت تويست الشوك اللي في اخر الفيلم كانت رائعه. انا عجبني الفيلم وكنت خارج مبسوط من الفيلم، يعني بعد ما اتفرجت عليه، بعد ما اتفرجت على الفيلم يعني كنت مبسوط جدا بالفيلم وعجبني جدا الفيلم بجد. اتفرجوا على الفيلم ده يا جماعه، عن 2 سحرة اخوات وبيحصل مشكله وحاجات كده ومنافسات وحاجات، وبتشوفوا بقى بلوت تويست كده في اخر الفيلم. فيلم رائع، فيلم بجد رائع، لازم تشوفوه. واخر فيلم رقم 1 طبعا، اكتر فيلم بحبه لكريستوفر نولان يفضل بالنسبه لي يا جماعه. ماشي، انا بحترم كل الناس اللي شايفه ان فيلم انسبشن احلى فيلم، او فيلم ذا برستيج احلى فيلم، او شايفين ان فيلم انترستيلر احلى فيلم، على دماغي والله بجد، وبحب الافلام دي جدا، ولو جت هتفرج عليها طبعا. بس يا جماعه انا بالنسبه لي فيلم ذا دارك نايت هو اقوى فيلم عمله كريستوفر نولان، وجهه نظر بس، موضوع بسيط. ذا دارك نايت بجد، شوفوا يعني، بصوا هقول لكم على حاجه، جربوا اصل انتم يعني في ناس مشكلتهم في ايه، ان الناس يعني حاطين في دماغهم ان التريلوجي بتاع الدارك نايت دي، اللي هو باتمان بيجينز ودارك نايت ودارك نايت رايزز، شايفينهم ان هم افلام مش لنولان. بحس ان هم بيتعاملوا معاها ان نولان ما عملهاش اصلا. لا، الموضوع مش كده خالص، يعني دي حاجه انا حابب اوضحها لكم يعني. فعموما انا كنت بعد ما اتفرجت على افلام بالذات فيلم ذا دارك نايت، انا شايفه فيلم ما فيهوش غلطه، اكشن، سسبنس، ميوزك، هانز زيمر رائع، هيث ليدجر كان جوكر عبقري، كريستيان بيل كان عامل دور جامد طبعا. النهايه بتاعت الفيلم، بدايه الفيلم، كل حاجه في الفيلم ما فيهاش غلطه. صعب قوي تلاقي فيلم ما فيهوش غلطه، صعب جدا. فده وجهه نظري، يعني ممكن تكون انت مختلف معايا، ممكن تكون انت موافق معايا، بس انا شايف ان الفيلم ما فيهوش غلطه بجد. فده وجهه نظري. ففي الاخر انا مهتم والله بجد اعرف ايه، مش كلام وخلاص يعني، مهتم بجد اعرف ونتناقش مع بعض وكل حاجه. على قائمتكم الترتيب افلام نولان من الاقل للاحسن، قولوا لي على الموضوع ده كله في الكومنتس تحت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. باي باي.